البرج قالي عالبخت يلي حيران تملي. البراج دي بينها وبيني علاقة شخصية، الثور حبيبي والحمل أقرب صاحب ليا، والدلو بينه وبيني قرابة عائلية. برجك مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. أهلا بيكم مستمعينا على راديو كامت، حلقة جديدة من برنامج برجك. النهاردة حلقتنا كلها رومانسية وحنية ودلع، وده لأننا هنتكلم على برج الرومانسية اللي هو الحوت. بيبدأ من 19/2 لغاية 20/3. برج مائي طبعا، معروف عن الأبراج المائية إنها رومانسية بزيادة عن أي أبراج تانية، وعلى رأسهم طبعا مفيش كلام الحوت. أصحاب برج الحوت مميزين جدا جدا، تقدر من مرة أو 2 تعرف إنه حوت من غير ما يقول ولا يصرح بده. تعالوا نعرف إزاي تقدر تتعرف على برج الحوت من غير ما يتكلم. صفاته: هتلاقيه صاحب خيال عالي جدا وحالم قوي، حساس وعاطفي، ولما تحكي له أي مشكلة هتلاقيه تأثر قوي معاك. ملوش علاقة بالأنانية لا من بعيد ولا من قريب، معطاء جدا، عاشق درجة أولى، حتى لو مش عايش قصة حب هتلاقيه عايش سارح في الملكوت. ممكن يعشق قضية أو عقيدة ويعيش فيها. هتلاقيه كمان فنان بالفطرة، دايما بيركز على الفكرة أكتر من المادة، مخلصين جدا وبيبذلوا أقصى ما عندهم عشان يسعدوا اللي حواليهم. عنده طاقة روحية هايلة، هادي، بيعشق البحر وبيلاقي سلامه النفسي قدامه وفي العزلة عن الناس. من أكتر الناس عطاءً، وغالباً بيختار شريكة حياته وبتكون مش مناسبة نهائي ليه، وده لانفصاله الشديد عن الواقع. دايماً بيحصل له مشاكل بين خياله والواقع اللي عايش فيه. طب بالذمة في أحلى من كده؟ إيه الناس الجميلة دي؟ عيوبه بقى مش كارثية، عنده رغبة دائمة في الهروب من الواقع زي ما قلنا من شوية. عنده حق والله، يعني لازم الواقع ده يتهرب منه شوية. بيثق جدا في الآخرين، بيدخل أكتر من اللازم في خياله وعالمه الخاص، بينفصل تماما عن الواقع، سهل إنك تأثر عليه، غامض بحكم حياته الخاصة جدا اللي بيعيش فيها وما بيحبش حد يعرف حاجة عنها. إيه رأيكم نعرف الراجل في البرج الحلو ده بيبقى عامل إزاي؟ معطاء وكريم جدا في مشاعره قبل أي حاجة. ربنا يوعدكم يا بنات كده بحوت راجل جميل كده. عنده حدس عالي جدا بيخليه يحس باللي قدامه من غير ما يحكي، عاطفي وحساس، بس دايما بيحاول يبين انه عكس ده، وده اللي بيخليه يبان غامض. من الاخر يا بخت اللي تتجوز حوت. شغوف ومبدع ومولع بالفن والموسيقى، فنان، بيحب دايما يسكت، بيحب الهدوء والعزلة، ودايما بيحتاج للدعم النفسي والتشجيع، وده بحكم طبيعته الحساسة. في الحب من الآخر برنس بيعشق الجمال والست الجميلة، عينه زايغة حبتين 3 4، حنين، عاشق وبيحب حبيبته في عالم خاص بيه، بيرفض تماما فكرة التخلي عن حبه أو أصدقائه. القسوة دي مش موجودة في قاموسه، بيسمع دايما للمشاكل بهدوء. طب هو لما الراجل الحوت عامل كده، امال الست عاملة ازاي؟ رومانسية طبعا، مش جديد على الحوت كده. فيها حاجة بتميزها عن أي ست تانية، الوحيدة تقريبا اللي ممكن ترفض المجد والشهرة والفلوس والشغل وأي حاجة عشان الراجل اللي بتحبه. هو فيه كده، رقيقة ومسالمة ومش بتاعة دوشة وحقوق مرأة ومساواة، لا 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 لا، قطة خالص كده، جميلة، ما بتحبش تزعل حبيبها نهائي تماما، بتحب دايما تعيش في سلام وسعادة. ذكية قوي، أحيانا مراوغة، بتداري وراها ارتباك وخجل وأحيانا عدم ثقة في نفسها، بتحب تصرف جامد لحد التبذير. حنونة جدا، فياضة المشاعر، وبتحب أصحابها. عيبها إن أحيانا بتكون كثيرة الشكوى والتذمر. نروح بقى للتوافق مع العذراء. علاقة ممتازة، الحوت بيحب الهدوء والسلام، والعذراء منظم ومرتب وبطيء في قراراته، وده بيناسب طبيعة الحوت. الجدي، علاقة حلوة لأن هدوء الحوت بيحتاج إلى صرامة الجدي وشخصيته القوية،
فبيحس معاه بالأمان. مع الثور بيقدر الثور استقرار الحوت جدا، وده اللي بيحتاجه الثور. مع العقرب علاقة ناعمة وهادية بحكم نفس الطبيعة، ولكن أحيانا بتمر نوبات عدم الثقة بسبب شك العقرب. الحوت علاقة ناجحة حوت وحوت، لكن ممكن تكون مملة بسبب الاستقرار الزيادة. مع السرطان حلوة جدا، الاتنين بيحبوا الهدوء والاستقرار ونفس الطبيعة الرومانسية. عدم التوافق مع الناريين مثلا علاقة صعبة جدا لأن الطبيعة مختلفة. الأبراج النارية منطلقة وشجاعة ومندفعة وبتحب الحياة اللي مليانة دوشة، غير أنهم حادين جدا، وده مش متناسب تماما مع طبيعة الحوت الهادي الحالم اللي بيحب الاستقرار والهدوء. مع الهوائيين علاقة ممكن تكون كويسة بحكم دبلوماسية الأبراج الهوائية وخصوصا الميزان، يعني احتمال يفهموا طبيعة الحوت، لكن يفضل تكون صداقة لأنها على المدى الطويل ممكن يحصل ملل عند الهوائيين اللي بيحبوا دايما الانطلاق. استنونا دايما في برنامج برجك على راديو كامت. برنامج برجك الإعداد لمحمد إبراهيم وبتقدمه شذى الجمال. راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع برجك مع شذى الجمال على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.